السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبيدات، كيف عاملين؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في اتم الصحة والعافية. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غنوجد معكم عصير رائع وفي متناول الجميع، عصير منعش، وكنتمنى منكم ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو وتشتركوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب لتعم الفائدة. وكنقول لكم اللي باقي ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس ليصلوا كل جديد من قناتي، واي واحد باقي ما مابونيش كنقولوا مرحبا والف مرحبا، البيت بيتك ومرحبا بك في اي وقت. هذا العصير هذا كيجي رائع وما كيديش معكم بزاف د الوقت، كيوجد في 5 دقائق كيكون واجد. ويلا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. غنحتاج هنا واحد العصير ديال الغلال، كذلك نصف لتر من الحليب وجوج ديال دانونات غلال ديال الزرع، وغنحتاج واحد بنانه ونصف. كذلك عندي هنا واحد الهشوار، المهم نتوما بغيتو تعدلوا اي طرب كهربائي عدلوه. المهم هاد الهشوار هادي يلا طحنت فيها اللوز، وانا ما بغيتش نخسلها، قلت ديك اللوز خليه وغنطحن فيها العصير. كنضيف هنا بنان كيف ما كتلاحظوا، هذا راه غير اللوز، ما بغيتش نغسلها، قلت ديك اللوز خليه غنطحن فيها العصير. صافي ضفت هنا واحد بنانه ونصف اللي ذكرت معكم. كذلك غنضيف هنا دانون، يعني ديال هاد غلال، دانون د الزرع. ما نقولكمش هاد العصير كيف كيجي غزال روعه. المهم انا كيعجبني بزاف دائما حتى هو كنعدلو، كيعجبني بزاف. ضفت الكاس، ضفت واحد دانون الاول وهذا ضفت الثاني. كذلك هنا غنضيف ديك العصير غلال حتى هو غنضيفو. المهم هنا عندي د الفواكه، نتوما اي نكهه بغيتوها ضيفوها. كذلك غنضيف نصف لتر من الحليب. المهم هذا العصير هذا ما كيديش معكم بزاف د الفواكه. غنضيف ملعقه من السكر، ملعقه ثانيه. كذلك هنا ملعقه ثالثه مع مراشي. ايوا كنطحن جميع العناصر مع بعضياتها كيف ما كتلاحظوا. المهم هذا العصير هذا ما كيوجد بسرعه، ما كيديش معكم بزاف. 5 دقائق كيكون عندكم واجد، اقل من 5 دقائق راه غير مع التصوير كيكون 5 دقائق. صافي كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، كيجي خاتر وكيجي روعه. كنقدموا هيدا في كيسان كيف ما كتلاحظوا في حضانه، ولكن واحد المذاق ما نقولكمش غزال. ما كيدي معكم لا فواكه لا والو، يعني بنانه ونص وكتدي ديك دانون وديك العصير ومع الحليب، ما كيديش معكم بزاف د الفواكه. كيكون هذا هو العصير ديالنا كيف ما كتلاحظوا. زينتو بشويه ديال اللوز مهرمش كيف ما كتلاحظوا، وكيجي واحد العصير غزال. كنتمنى منكم ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم وتجربوا في البيوت ديالكم، وما تنسونيش من بارطاج والتعاليق مزيونه المحفزه فحالكم. واللي باقي ما مشتركش في القناه كنقول له مرحبا والف مرحبا، اشترك واعمل ابوني باش يطلع على فيديو للناس وحدين اخرين. وكنقول لكم يا الغزاله ديالي، نخليكم في امان الله وحفظه، والى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.